أهلا ومرحبا. اليوم في معلومة محددة جدا وصلتنا وحبينا نتوقف عندها. هي عن الجيش الجزائري وتدريب عملوه اسمه صمود 2025. معلومة موجزة قوي بصراحة، بس خلينا نحاول نفهم ممكن نستنتج إيه منها. إيه رأيك؟ نغوص فيها؟ أهلا بيكي طبعا. ده تحدي مثير للاهتمام. معلومة قليلة قوي بس ممكن يكون وراها كلام كتير. زي ما قلتي، تدريب للجيش الجزائري تكتيكي اسمه صمود وفيه رقم 2025. الاسم ده لوحده صمود بيلفت النظر فورا. بالظبط، هو ده اللي ممكن نبدأ بيه. كلمة صمود في سياق عسكري أكيد ليها وزنها، مش مجرد كلمة وخلاص. معناها المباشر الثبات، المقاومة عدم الاستسلام. تمام. فاختيار الاسم ده ممكن يكون رسالة، يا إما للداخل لرفع المعنويات وكده، أو للخارج رسالة رادع مثلا؟ ممكن جدا، أو تأكيد على عقيدة دفاعية معينة. بس السؤال هو، ليه صمود بالذات دلوقتي؟ صحيح. وهل كلمة صمود دي ليها دلالة تكتيكية معينة غير المعنى العام؟ ممكن تكون مرتبطة مثلا بالدفاع عن مكان معين أو القدرة على التحمل لفترة طويلة. دي نقطة مهمة جدا. الاسم ممكن يوجهنا لنوع معين من السيناريوهات اللي التدريب ده بيحكيها، خصوصا لما نضيف ليها كلمة تكتيكي. كلمة تكتيكي دي كمان. تمام، دي بتميزه عن التدريبات الاستراتيجية الكبيرة. التكتيكي بيركز أكتر على المستوى الأصغر، الوحدات، تطبيق خطط معينة في الميدان، زي الدفاع عن موقع أو كمين، حاجات زي كده. بالظبط. ممكن اقتحام هدف برضه، بس المهم إنه في المستوى التكتيكي. وهنا السؤال بقى، إيه نوع التكتيكات اللي تخدم فكرة الصمود دي؟ هل هي دفاعه بس، ولا ممكن يكون فيها مثلا هجمات مضادة بعد مرحلة دفاع؟ التفاصيل دي هي اللي هتوضح الصورة فعلا، بس هي مش موجودة للأسف. طيب، و2025 الرقم ده إيه حكايته؟ هل هو بس السنة اللي اتعمل فيها التدريب، ولا ممكن يكون ليه معنى تاني؟ والله ده سؤال برضو. ممكن يكون مجرد رمز للسنة، وممكن يكون مربوط بتاريخ معين في خطة تطوير عسكري مثلا بتنتهي في 2025، أو يمكن سلسلة تدريبات بنفس الاسم وكل سنة برقمها. كل دي احتمالات واردة جدا. في غياب السياق، الرقم ده بيفضل لغز هو كمان. ممكن يكون مجرد تسمية إدارية بسيطة، وممكن يكون ليه بعد استراتيجي مهم، مين عارف؟ هو ده مربط الفرس، السياق المفقود. تماما. عشان نفهم صمود 2025 صح، محتاجين نعرف مين شارك، ايه السيناريوهات اللي عملوها، فين اتعمل التدريب ده، هل في تعاون مع دول تانية ولا لأ. كل دي بتغير المعنى. ولما كل ده غايب، يبقى الإعلان نفسه بالقدر ده من المعلومات القليلة ممكن يكون هو نفسه الرسالة. إعلان فيه قدر كبير من الغموض، ويمكن يكون غموض مقصود. إذن اللي بنطلع بيه مش إجابات قد ما هو أسئلة أعمق، في تأكيد على نشاط تدريبي، ده مؤكد للجيش الجزائري، له اسم معين، صمود، وتوقيت أو رمز 2025، وطابع تكتيكي. دي الحقائق اللي عندنا. لكن القيمة الحقيقية للمعلومة دي ممكن تكون في الأسئلة اللي بتثيرها عن الاستراتيجيات، الرسائل السياسية، وحتى طريقة الإعلان عن الأنشطة العسكرية نفسها. وده بيخلينا نسأل سؤال أخير يمكن للتفكير. لو في غموض مقصود حول التفاصيل زي ما بنقول، طب ليه أصلا أعلنوا عن المعلومة الأساسية دي؟ ليه قالوا الاسم والنوع والتاريخ؟ سؤال وجيه جدا. هل هو مجرد إجراء روتيني وخلاص، ولا هي خطوة محسوبة هدفها يمكن إثارة النقاشات دي والتكهنات دي حوالين قدرات الجزائر ونواياها، مع الاحتفاظ بالسرية التامة عن التفاصيل المهمة؟ يخلونا نتكلم بس ما نعرفش التفاصيل الحقيقية. لعبة إشارات ورسائل معقدة فعلا. بالظبط. سؤال يستحق التأمل في عالم الجيوسياسة اليوم.